قلت يعني انه مش سيء، بس انه الاشياء السيئه اللي او الاشياء اللي ما بتقولونها صح راح اركز عليها. لكن ما شاء الله عليك. يعني عادة اي فنان بيغني يدخل الموال يقول مضبوط، بعدين يرجع يغني في المذهب ويقول كوبليه. ما شاء الله عليك انت قاعد تغني الموال والمذهب والكوبليه نفس الشيء. الله عليك. يا بنت فلسطين تستحق انك تقطع الكرت الاحمر. احسنت حبيبي، احسنت، كنت رائع. يعني افتتحنا فيك مثل الوردة على المسرح، واليوم شكلك جدا جميل. شكرا عبد نفس التجارب. هيثم، شو هالاختيار اللي مفصل على قلبك؟ التطور يلي عندك بهالبرنامج عن جد عم بيكون لافت جدا 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 جدا. بدي تحية لك ولأهل فلسطين. وإن شاء الله كل فلسطيني بيرجع لأهله وناسه. برافو عليك. شكرا ناسي. حسن اتفضل. هيثم، كنت هايل النهارده. أكتر حاجة شداني فيك اختيارك، والاختيارات بتدل على ذكاء الفنان، وأنا برجع وبقول إن الفنان مش بس صوت أهم حاجة، ولكن لازم تعرف تختار ايه اللي يليق عليك، وانت بتثبت كل مره ان انت بتختار حاجه بتليق عليك، ودي حاجه مطمناني ان انت في يوم ان شاء الله لما تيجي تشتغل على اغانيك وتشتغل على الالبوم بتاعك هتعرف تختار اغاني مظبوطه، تعرف تختار اغاني تليق عليك، ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الصغيره بس اللي انا عاوز اعلق عليها، كل واحد بيبقى ليه طريقه او تكنيك في الغنى، وساعات في غناك العرب السريعه اللي ورا بعض حلوه، ما عنديش اي مشكله، لكن حلو ان انا اسمع التفاصيل فيها. فدي حاجه انا هقول لك فكر فيها دايما، ان انت تقدر تقول اللي انت بتقوله بالظبط، بالعكس حلو قوي، بس لو قدرت اسمعه منك بتفاصيل اكتر هيبقى احلى واحد. احسنت. شكرا لك التحقيق. الرقم الخاص بالتصويت لهيثم هو 17. صوتوا له لو حبيتوا غناء الليله وعايزينه يكمل معانا في المنافسه. الاجواء في حلقه الليله